سعيدة جدا بوجودي بالجونة هاي السنة، سعيدة جدا بوجودي بهذا البلد الجميل بلد الفن، وأكيد يعني بتمنى لهم الأفضل دائما. ثنائية منتظرة في رمضان، مسلسل مولانا مع تيم حسن في رمضان 2026. اكيد مش هنحرق حاجه، بس التعاون مع تيم تحبي تقولي عني ايه؟ قد ايه متحمسه ان انتوا مع بعض في دويتو في مسلسل مهم في رمضان؟ أكيد متحمسة كتير، ونحن لسه قيد التحضير، قريبا رح نبلش تصوير إذا الله راد. متحمسة كتير طبعا. نور علي النجمه العربيه المهمه، ممكن ساعات تفكري في فكره نجاح تيم مع اكتر من نجمه عربيه لما يبقى كمان يضاف له نور علي؟ ممكن تفكري في المقارنات دي ولا نور بتخش تعمل الدور بتاعها بس؟ طبيعي الناس بتفكر يعني. لا لا، أنا أبدا ما أفكر بالمقارنات، أنا بالنسبة لي بعمل اللي علي بكل عمل، بكل مسلسل أو فيلم سينما أو مسرحية بقدر أعملها وبس. بما اننا في مهرجان الجونه السينمائي، امتى هتبقي في السينما؟ ان شاء الله، بتمنى ان شاء الله قريبا لازم نعمل كتير سينما. يعني شوف، لو نحن عم نعمل سينما كتير ببلادنا بقول لك اكيد يعني كل ممثل بفضل السينما. وكل النجوم العربيه موجودين في السينمات المصريه وفي الافلام المصريه، لو في عرض مصري ممكن. ايه اكيد اكيد، بس بدها وقت. من مهرجان الجونه هنا اكتر نجمه او نجمه تحبي تبقي معاهم في عمل واحد في مصر في السينما يبقى مين؟ بحب منى شلبي كتير. قولي لها ايه عن تكريمها في الجونه السنه دي؟ بقول لها انه بتستاهل كتير كتير كتير، يعني منى شلبي لا يختلف عليها كممثله ابدا، بكل دور لعبته بكل دور عملته، سريعه الوصول لقلبنا بكل المشاعر يلي عندها كممثله، يعني تمتلك من المشاعر هائل ومذهل. ازاي ما شاء الله ايقونه الجمال ده بتعرف تحافظ على فكره ان هي صديقه كل النجمات وصديقه كل النجوم؟ علاقتك اعتقد بمعتصم النهار قويه جدا، مرام علي وكل الناس دي. فكره الدوهات المنتظره في رمضان، 4 دوهات قويه جدا، تحبي تقولي لهم ايه كلهم؟ بحب اقول بتمنى التوفيق للكل. انا جدا سعيده انه المنافسه قويه هي السنه، خصوصا بالاعمال او بوجود نجوم سوريين كثير كتار. المنافسه دائما بتخلق شيء هيك نوع من الحماس اكثر بالنسبه لنا، وبتمنى التوفيق للكل اكيد. هنعمل مسلسل دلوقتي اسمه سوريا الحلم، مين ابطاله؟ مين يكتبه؟ مين يخرجه؟ انت تحبي مين الكرو يبقى معاكي فيه؟ بيج برودكشن، فيري بيج كل برودكشن. ممثلين سوريا اكيد، كل مخرجين الموجودين حاليا، الاساتذه اللي حاولوا وحاربوا كل هالسنين اللي كانت صعبه، كانوا عم يضلوا عم يحاولوا يشتغلوا مسلسلات سوريه، النجوم يلي كانت عم تحاول تضل تثبت انه في لسه لنا وجود رغم كل الظروف الصعبه، كل العالم. كلميني عن اللوك الحلو ده ما شاء الله. شكرا كثير لك. الستايلست عمر عبد الغني بلاست.